يثبتون إيمانا بالله الواحد الأحد بالحب فقط. ولذلك قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا أقول لكم. أختم كلمتي بكلمة أحب أن أقولها لنفسي: لا تحزنوا أبدا على هذا الوطن، اطمئنوا، فإن مصر بلد حفظها الله عز وجل، فكفاها فخرا أن الله أقسم بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. كفى مصر فخرا أن قدس الله ترابها، فقال لموسى عليه السلام: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. كفى مصر فخرا أنها كانت مهد الأنبياء، وجميع أنبياء الله عز وجل كانت لهم أقدام على أرض مصر، فبداية الأنبياء على أرض مصر هو سيدنا إدريس عليه السلام. وما أدراكم ما سيدنا إدريس الذي عاش وتربى على تراب مصر، وهو أول من علم الناس كيف تكون العلوم في الحياة. وكفى مصر فخرا أنها بلد ما وطئتها أقدام تريد خرابها إلا وأهلكهم الله عز وجل. أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنا جميعا بأن أهلها دائما في رباط إلى يوم الدين. وانظروا إلى كل من حولكم، كم من ثورات قامت هنا وهناك أهلكت وتهدمت لأن النفوس التي دخلت فيها لا تريد إلا نفسي نفسي. ولولا أن حمى الله عز وجل مصر وجعل لها شباب كنا نراهم ونتكاتف ونحن نحرس ديارنا ونحرس بلادنا وكنائسنا ومساجدنا جميعا. كل ذلك لأن القلوب ما رفعت إلا للواحد الأحد الحي الذي لا يموت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة سعادة القس بولس عوض فليتفضل مشكورا. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا. أولا بداية بشكر المنصة الكريمة على كل الكلمات التي قيلت، الحياة كلها حاجات تعلمنا واستفدنا منها كتير. وأشكر الاتحاد الدولي للصحافة العربية والدكتور ناصر اختيارهم للموضوع وعنوان اللقاء وعن مؤتمرات اللي هتتم بعد كده. زي ما عرفت الحقيقة ده شيء جميل جدا. مصر تعلم العالم، ده كلمة رائعة وهي كلمة في محلها. يعني بالحقيقة مصر تعلم العالم، وأول تعليم بنشوفه التسامح اللي موجود في القاع الجميل ده هو أعظم رسالة نقدمها للعالم كله. قد إيه يجوا يشوفوا مصر، يعني إذا كان بنصدر بعض المشكلات تبان وبعض الناس تبدأ تنفخ زي ما بيقولوا كده في النار، لكن إحنا مصر بالحقيقة هي دي مصر. دي مصر اللي إحنا عايزين نقدمها رسالة للعالم كله. سيادة اللواء كلمات حضرتك يعني في الصميم حقيقة، يعني تأثرت بيها جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك انا في لقاء في القاهره في مره كده قابلتني صحفيه وقالت لي انا عايزاك تبلغ لقداسه البابا رساله. فيعني قالت لي كده اقول له يعني كفايه كنايس وكفايه جوامع، يكلم فضيله شيخ الازهر وابنه مدارس وابنه مستشفيات، نفس الكلام بتاع سياده اللواء. فالحقيقه في اول لقاء على طول قابلت قداسته وقلت له كده انا معايا رساله من صحفيه مسلمه ومحملين رساله بلغها لقداستك. بتقول لك كده كفايه بنى كنايس واهتم ببناء المدارس، لان كان عندها فكره كده الحقيقه يعني ان بناء المدارس سواء حتى لو اداره مسيحيه بتبقى نوع من انواع التسامح والمحبه، وخصوصا كل العناصر اللي بتتعلم فيها. يعني مثلا لما اقعد مع ناس كتير يقولوا لي انا خريج مدرسه راهبات، احنا اتربينا مش عارف في مدارس، فدي بتعمل نوع من انواع التسامح والموده. يعني ده مش وإن كان المدارس الحكومية بتاعتنا برضه عندها نفس الروح، أتمنى كده، إلا بعض العناصر القليلة يعني اللي محتاجة يعني نوع من أنواع الحزم شوية عشان ننبذ التمييز اللي موجود في داخلها.
لكن دي كانت فكرتها الحقيقه. فقال لي كده احنا بالحقيقه عملنا هيئه يعني كنسيه كده مسؤوله عن انشاء بعض المدارس في بعض الاماكن اللي هي تحتاج فعلا نزرع فيها نوع من انواع التسامح والموده والمحبه، وبالفعل المشروع قائم يعني قائم، والمستشفيات كذلك. وهو شغله قوي فكره ان احنا يكون عندنا حاجه مثلا زي مدارس التمريض، نخرج مثلا ناس يشتغلوا في التمريض المستشفيات، فبندور على احتياجات للبلد محتاجه ايه، وبنحاول نشتغل فيها لبناتنا المسلمين والمسيحيين مش لفئه معينه. فان شاء الله يعني ده شيء وارد. بشكر حضراتكم، بشكركم على الدعوه دي، بشكر الاتحاد الدولي للصحافه العربيه، وبنتهز الفرصه بقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. ان شاء الله يعيد عليكم الايام دي وفي مصر في احسن حال وفي غد مشرق، في ايام ان شاء الله مقبله، ايام كلها خير وايام كلها بركه على بلادنا الحبيبه. اشكركم.